اما بالنسبه بقى للمقابر زي ما قلت لكم والفكره بتاعتها والكتب اللي عليها دي خاصه، كانت بتختلف من ملك للتاني ومن عقائد للتاني. يعني في وقت من تاني هتلاقوا في المقابر في كتاب البوابات، كتاب تاني امدوات، كل المسميات دي خاصه اسمها كده كتب العالم الاخر او رحله المتوفي في العالم الاخر. ده كده المجمل العام بتاع وادي الملوك. لو في اي حاجه حضراتكم. نعم. ده بالنسبه للملوك. عامه الشعب بقى كانوا بيدفنوا، بس اكيد طبعا الصرف على التحنيط ما كانش بنفس الكواليتي، ما كانش في عندهم الامكانيات. كانت العقيده موجوده، احنا متفقين متفقين، وفي ناس ما كانش عندها امكانيه للتحنيط، لان الكهنه حضرتك حط صف معين من الناس، وهو بالنسبه له عامه الشعب يعني ككاهن يعني هو اهم ان هو يحنط الملوك، لان الملوك دول ابناء الالهه او صور الالهه في الارض، فبالنسبه له هم اللي ليهم يعني الاولويه الاولى. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاهم ان عامه الشعب ما عندهمش حتى الامكانيات اللي يدفعوا للكهنه يقدروا يشتغلوا عليهم. طب والحياه البعثيه بتاعتهم كان شكلها او معتقد هم نفس المعتقد، فاللي كان يملك من المال من الناس العاديه كان بيحنط، وان كان فيهم محنط ولقيوهم بطريقه بدائيه خالص اللي هي ما فيهاش المواد اللي كانت بتستخدم، لان عشان تعرفوا المواد المستخدمه زي الراتنج وغير المواد اللي هي بيشتغلوا عليها على التابوت وكل ده كانت بتكلف كتير في الوقت ده، وكانت صنعتها حاجه مميزه. فزي ما قلت لحضرتك الفلوس هي اللي بتغلب وقتها او الماديات. منطقه العمال اللي اكتشفوها مؤخرا في سقاره لو برضه معاهم الاواني الفخاريه بتاعتهم والحاجات اللي بيستخدموها في حياتهم. نفس القصه موجوده في مدينه العمال هنا في الغرب في طيبه، واللي شرحت لكم عليها نفس المكان بنفس النظام بتاعها بنفس زي ما قلت لك يعني هناك. وده اكبر دليل على الكلام اللي بقوله لحضرتك، ان الطبقه اللي شغالين عليها اللي هي طبقه الحجر الجيري اللي بيدهن بيها الحيط عشان يبتدي يلون ويرسم عليها، تمام. هناك هتلاقوا في طبقه من الطين بقى، مش طبقه من الجير او الجبس، لا. ليه بقى؟ لان المستوى اللي يقدر يشتغل عليه قدر يشتغل عليه، لكن هنا ما قدرش يعمل نفس الماديات زي ما قلت لكم. فعشان كده بدانا نشوف نوعين من المقابر والرسومات. تالت حاجه هو بيرسم الفنانين عشان تبقى كانوا عدوا بمراحل. يعني اولا انا عندي في مرحله اللي هو بيدهن فيها دي، وبعد كده بيجي حد يرسم، وفي حد بيجي يعدل على الرسم يأكد، فعدي لونين في بعض المقابر، في الأحمر والأسود. فاللون الأحمر هو بيدي زي خطوط الأول، واللي بيجي يمر بعده بيمر بوراه باللون الأسود، يشتغلوا بعد كده إذا كان في نحت غائر أو بارز أو أيا كان النحت اللي شغال أو الرسم بصفة عامة. ولكن دي مراحل مهمة تبقوا عارفينها في المقابر.